السلام عليكم، مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ بتمنى تكونوا بأحسن حال. الصراحة اشتقت لكم كتير. فيديو اليوم كتير مميز وناعم، وبصراحة كتير تعبت لوصلت لهون. فقلت لحالي ما عاد بدها تأجيل، لازم ننزل الفيديو بكل عفوية بدون أي فلاتر. وكتير متحمسة لأسمع آراءكم بالتعليقات بعد ما يخلص الفيديو. قبل ما نبلش خلونا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. خلونا نبلش فورا. وهون أخي الحمد لله على سلامته، وألف الحمد لله اللي مرقت على خير وطلع من هالحادث بخير وسلامة. حب يجيب فطور ونفطر مع بعض بما انه معطل من شغله. الله يسلم ايديه على هالمعجنات الطيبة، الله يحميلنا يا رب ويفرحنا فيه. وطبعا المعجنات السخنة والطيبة بدها كاسة شاي تعدل المزاج، لأن بصراحة اللقمة الطيبة ما بتكمل بدون كاسة شاي تدفي القلب. وهلأ بعد ما أكلنا وأخدنا طاقة وصار وقت الجد، قمت على هالمطبخ لحتى أضب وليف المجلة وأجلي هالجليات ليرجع كل شي عم يلمع لمع. يلا شجعوني وخلونا نبلش. وأنا بحب قبل ما أليف وأبدأ بالجلي، بحب إنه هيك أعمل مسحة صغيرة للمجلة وتلييفة لحوض المجلة، بعدين بلش بالجليات. هيك بضمن إنه يكون عندي كل شي نضيف، أفضل ما أرجع أبلش فيهم أنا بعد ما أخلص جلي. وشايفين هالجليات هدول ما بيخلصوا، بتحسوا الجلي مثل الهم على القلب. كل ما بتقولي خلصت بيطلعلك شي، وصدقوني الجلي بده همة ونشاط لحتى يخلص بسرعة وما نمل. وهون أنا عم حاول أخلص على بكير قبل ما تحمى الشمس علينا، لأنه حاكتني أختي وقالت أمي تعال عندي بدي أروح لعندها وبنتي عندها جامع. هون بعد ما خلصت جلي حبيت بلش تمشيط بنتي لحتى اخدها واروح لعند اختي. هلا هون اول شغلة حبيت احطلها لبنتي لشعرها مشان يضل طري وفي لمعة. حبيت احطلها سيروم هذا خصوصي للشعر. هلا هون انا حبيت اعملها هيك شعراتها موديل حلو ومرتب، اعملها هون سنبلتين. يعني هي التمشيطة كتير حلوة ومرتبة ومناسبة لكل شي مثل ما لكم شايفين. هلا اول شي منبلش بنفرق الشعر لقسمين، ومنبلش ببداية الشعر انه بنعمله ضفرة صغيرة، بعدين بناخد خصلة من هون منضبها وخصلة من هون منضبها مع الضفرة. يعني كتير سهلة وما بتاخد من وقتكن شي، بتضل محافظة على الشعر، بضل الشعر كل النهار مضبوب. واهم شغلة انه بضل الشعر ناعم ونضيف. طبعا انا هون عم مشطلها شعراتها شوي شوي كرمال انه ما يتشربكوا ببعضهم ويوجعوا لك حرام. هلا كتير منكم رح تسألني انه ليش شعر بنتك قصير. طبعا انا هذا الشي مو بإرادتي، غصب عني، لانه انا بنتي حاططها بمدرسة داخلية وهن بقصولها شعرها، ممنوع الشعر الطويل عندهم. بعد ما خلصت الضفرات شوفوا النتيجة ما شاء الله، طلعت ضفرة بتاخد العقل. يا عيني الله يسلم ايدي يا رب. بدي منكم تشجيع لحتى اعمل لكم موديلات شعر بتناسب الشعر الطويل والشعر القصير. يا عيني ما شاء الله، شايفين كيف ضبط لنا الشعر كله، ما خلت هون بيبي هير كله بتضبه. شو بدي حابة تقولي لماما؟ الله يسلم ايديكي. الله يسلمك يا عمري. تذكرنا بدعاء الخروج من المنزل. يلا هيام. بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هون وقت وصلت لعند اختي لقيتها عم تغسل، قلت لها يلا هاتي لساعدك انا انت تغسلي انا رح اكوي لك الغسيلات. بدها كلورفز كان بدها. هلا هون كويتها وخلصت. ما راح ما عرفت شو بدي اروح حتى كلور ما راح. بس هيك ما شاء الله جات ما احلاها جديدة طلعت. هلا هو الله يسلمك، هلا هو الباعة قد ما كانت بتكون مجعلة كانت تفكريها قديمة، التكوية بتطلع جديدة. وبصراحة الكوي بده طولة بال وروقان وعلى مهلنا لحتى ترجع القطعة مرتبة وكأنها جديدة. والله المساعدة بهيك شغلات بتفرق كتير وبتختصر الوقت.
وبعد ما خلصت كوي قلت لأم جهز رجاط بطيخ بارد يبل القلب ويرد الروح لبين ما أختي تخلص غسيل. يا عيني على هالمنظر يلي بيفتح النفس. عم قطع البطيخ هلأ على مهلي لحتى أجهز رجاط بطيخ مرتب. بصراحة بهالشوبات ما في أطيب من قطعة بطيخ باردة وحلوة تبل الريق وتنسينا كل التعب. شوفولي هالتقطيعة الحلوة والمرتبة، وأنا كتير بعتمد عليها وخصوصا للأطفال لأن ما بحب يحملوا شوكة لأنه بيقولوا خضرة وأنا بخاف كتير كتير منها يعني. لهيك بفضل إنه أقطعها التقطيعة وهيك إنه بضل تقطيعة حلوة وناعمة ومرتبة وكتير سهلة، لا بدغلبة ولا تفنن وسريعة. وأخيرا صار عنا جاط البطيخ جاهز وبياخد العقل. شوفولي على هالنتيجة ما شاء الله. ويا عيني على هالقعدة اللي بتسوى الكون. صدقوني ما في أحلى من قعدة الأخوات. قعدنا هلأ نحكي ونضحك بكل شي صار معنا، لأن بصراحة الجمعة الحلوة والراحة النفسية ما بنلاقيها غير مع الناس اللي بنحبهم وبيحبونا. الله يسلم ايديك يا آلاء. الله يسلمك حبيبتي. يا عيني شايفين اختي ما اظرفها. انا كنت عم منتج فيديو، هي عملت لي هيك بطيخ وفواكه. الله يسلم ايديك. الله يسعد، تفضلي. يسلم ايديك يزيد فضلك. هون حابة أشارككم شغلة كتير كانت حلوة. هون كانت عنا آخر جلسة بدورة التصوير اللي عم أخدها، وبصراحة كانت الجلسة بتجنن وكتير ممتعة. ما قعدنا بالقاعة وبس، لأ، نزلنا عالشارع وطبقنا كل شي تعلمناه عملي وصورنا لقطات وزوايا بتجنن، وكتير مبسوطة بالنتيجة. وبالمناسبة إن شاء الله رح ناخد الشهادة. بدي دعوة حلوة من قلوبكم، ربي يجبر بخاطركم يا رب. وهون بعد ما خلصنا طلعنا، حبينا هيك أنا وأختي نعمل فتلة شوي بشوارع الشام ونروح ناكل لنا سندويشة فلافل. ما شاء الله هذا المحل كتير شغله طيب ونظيف ومرتب. يعني أنا بصراحة أول شغلة إنه قلت ما بدي فلافل أو هيك، بس بصراحة بعد ما أخدت السندويشة أنا وأختي ورحنا أكلناها بالحديقة انصدمنا بالنتيجة. كتير كتير طلعت طعمة طيبة يعني، وما شاء الله شغل مرتب ومزوزة. الله يبارك له يا رب. بصراحة ما خطر على بالي صور شو اسمه المحل. هذا المحل صاير قريب من حديقة السبكي، يعني أخدنا السندويش وفتنا أكلنا أنا وأختي بس حديقة السبكي. وأكيد ما نسيناكم من اللقطات الحلوة والصور الحلوة. ما شاء الله شوفوا على هالخضار يا عيني ما شاء الله، عن جد كان روعة وبحاجة كتير إنه هيك طلعة بعد الضغط اللي انضغطناه. هون أكيد سندويشة الفلافل ما بدي أتداوم منها غير كولاية بهالطبيعة. يا عيني صدقوني هالمكان بالذات كان إله سحر خاص، وزوايا خضراء بتفتح النفس وإضاءة طبيعية بتجنن للتصوير. وقعدنا أنا وأختي نلقط صور وفيديوهات بين الشجر والورد، وطلعت اللقطات هي كمية راحة ونعومة مو طبيعية. عن جد الحديقة عطت الصور روح كتير مميزة. حبينا أنا وأختي نكمش النظارات هيك على إنه نعمل نطبق الترند أنا وياها. وعن جد يا جماعة الترتيب الجديد بهالحديقة بياخد العقل، بخلي الواحد يصور وهو مرتاح نفسيا. بعد ما خلصنا طلعنا هيك من الحديقة وتمشينا، طلعنا شوي على شارع الحمراء. وشوفت عنكم حبيت هيك صور لكم حلة هالدرا. وهون هيك في طريق فتنا فيه. هون بالشام صار في محل بشارع قريب من شارع الحمراء، هو لبيع فساتين من شي إن، يعني أي فستان بتشوفوه من شي إن بيعجبكم ممكن تلاقوه بهذا المحل. وهون نحنا ماشيين شفنا هيك كافيه ومطعم كتير عجبنا التنسيق تبعه والترتيب ما شاء الله. شوفوا على هالورد الجوري بياخد العقل. الله يسلم ايديهم يا رب على هالمناظر الحلوة.
وهون هذا المطعم اسمه جوليا دومنا، كتير ما شاء الله مرتب وحلو، يعني حتى الطاولات برا حلوين وعليهن هالورد، يعني عاطيني إطلالة كتير حلوة. وهون بعد ما خلصنا ورجعنا على البيت مثل ما لكم شايفين أخي جايب لنا ورق عنب، الله يسلم إيديه يا رب. عاد حبيت أنا هيك قصن ولفن وأعملن إنه بطريقة حلوة للمونة. أنا بحب مون ورق العنب بالقنينة، بيطلع طيب كتير ولذيذ، وهيك بتضمنوا إنه ما يخرب أو ما ينتزع. هون أنا حبيت إني أنا أقصه وبنتي تطبق لي إياه، وإنه هي عم تساعدني، حبت تساعدني، الله يرضى عليها يا رب ويحمي لي إياها، شوفها بأعلى المراتب. هون بعد ما قصيته وطبقته لفيت هيك كل 4 5 ورقات مع بعضهم، بلفهم وبزتهم بقلب القنينة. وأهم شغلة إنه نحاول القنينة إنه نضغطها كتير منيح وما نخليها إنه تنفس هوا أبدا، كرمال ضل محافظ على الورق. بعد ما خلصت تعبايتها غطيتها منيح، ختمتها وقمت على جنب. هون اجيت لعند اختي لقيتها طابخة طبخة مثل من الزيت والباذنجان، بس هي عملتها بطريقة بطاطا، يعني كتير طلعت طيبة ولذيذة. عاد هي بتقدر تحفر البطاطا وتقيمها وتحطها على جنب، اما انا حبيت انه استغل البطاطا مشان ما تنكب حرام، اسلق واعمل عليها كبة نية. هلا عنا في ناس بتقلها دبابة، الله يرحمها ستي كانت إلها دبابة، في ناس تقلها كبة نية، في ناس تقلها كبة حيلة. عاد أنا حبيت استغل هذا الشي وأعملهم طبخة حرام ينكبوا. سلقت البطاطا وصفيتها من المي، هون كنت غاسلة البرغل ونعقته، ضفت له بصل وفلفلة حمرا وفلفلة خضرا وملح وفلفل. هلا رح نبلش نحطهم بالمحضرة. للأسف لأنه أختي ما عندها ماكينة، حبينا هيك نحطهم شي بالمحضر، هن ما رح ينعموا كتير بس أفضل ما ناكلهم هيك مثل ما هنن. هون بلشت ننزل على المحضرة، وضفت البرغل، نص البرغل، فلفلة الخضرا وفلفلة الحمرا والبطاطا والبصل، وضفت عليهم معلقة دبس فلفلة، بيعطيهم لون حلو وطعم كتير طيبة. يعني هي على طريقة أمي، الله يخليلنا إياها يا رب ويحفظ لنا إياها. شوفوا لي هالقوام كيف طلع، صح القوام طلع خشن ما كتير ناعم، البرغلة يعني لسه ما مطحونة منيح، بس صدقا طلعت الطعمة كتير كتير طيبة. سبحان الله، أنا بحب هيك الأكلة الفجأة يلي بكون ما متفق عليها بالأول بتطلع كتير طيبة. هون آخر شي دقيت الجوز وضفته عليهم، وقت من دق الجوزة هيك بنضمن انه الجوزة رح تنعم، بتطلع هيك مثل ما بيقولوا مشبكين. هون بعد ما دقيتهم ضفتهم عليهم بعملن تحريكة صغيرة. بعد ما ضفتلن جوز حبيت اعملن تحريكة صغيرة وبلش حطهم بالصحون تقديم. وبعد ما حطيتهم بالصحون هيك حبيت اعملن ترتيبة صغيرة. ما شاء الله انا هيك بحب الكبة على هذا القوام، يعني هي لانه طلعت طرية شوي لهيك حبينا نحطها بالصحون. ما شاء الله شوفوا على هالسفرة اللي بتاخد العلم، الله يسلم ايديها يا رب اختي ويجبر بخاطرها، وعن جد طلعت هالأكلة كتير لذيذة وطيبة. وهيك يا حلوين بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا معنا بهالجمعة الحلوة وعشتوا الأجواء بكل عفوية. بحب أتشكر كل حدا فيكم كمل الفيديو للآخر، وشكرا كتير على محبتكم ودعمكم وكلامكم الحلو يلي دايما بفرح قلبي وبشجعني. لا تنسوا تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس وتتركولي بالتعليقات رأيكم لأن كتير بهمني. بشوفكم بالفيديو الجاي على خير وعافية، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.